اسمعني يا ابني انت وهو، الكلام اللي بيتردد على السوشيال ميديا ده لو طلع صح هتبقى نصيبة كبرى وكارثة بكل المقاييس، ان ماسون ماونت وحكيم زياش هيمشوا من تشيلسي، ودي كارثة كبرى. ما أسباب هذه الكارثة؟ أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج الكرة في الملعب. فضلا من حضرتك قبل أي كلام تنزل تديني لايك، لأن اللايك بتاعك مهم جدا جدا. الحلقة دي حلقة مهمة جدا جدا جدا. نجم المغرب حكيم زياش، والنجم الألماني كاي هافرتز، والأسطورة العالمية الأوروبية ماسون ماونت، التلاتة دول ما ينفعش يمشوا من تشيلسي. لو مشوا يبقى تشيلسي اتدمر ولله الأمر من قبل ومن بعد. يبقى رئيس النادي تود بويلي والبوتش المدرب الجديد لتشيلسي يغوروا في 60 داهية تاخدهم وتاخد اللي جابهم. ليه؟ رقم واحد، ماسون ماونت وكاي هافرتز الاتنين دول أعمدة الفريق، ما ينفعش ان هم يمشوا. دول اللي شالوا نادي تشيلسي من 2020 على الحلوة وعلى المرة، بعد طبعا رحيل العالمي ايدن هازارد الى ريال مدريد. مين اللي شال الفريق يا باشا؟ ماسون ماونت، كاي هافرتز، الاتنين دول اللي شالوا الفريق 2020 والاتنين اللي شالوا الفريق 2021، وجابوا لك دوري ابطال اوروبا، وجابوا لك كاس العالم، وجابوا لك كاس السوبر الاوروبي. ولا ننسى مباراة النهائي بين تشيلسي والسيتي، المباراة الاسطورية الذي احرز فيها العالمي كاي هافرتز هدف تتويج نادي تشيلسي بالبطولة. الكرة جت من مندي، افكركم بالهدف. المباراة انتهت 1-0، مباراة تشيلسي والسيتي انتهت 1-0. الكرة اتلعبت من مندي لبين تشيلويل، من بين تشيلويل لماسون ماونت. ماسون ماونت لعب كرة طولية طبعا استغلها الاسطورة كاي هافرتز، راح كرة انفراد ام لم إيدرسون وحط الكرة في الجون. فانت ما ينفعش تمشي الناس دي. نيجي ل 2021 2022، ماسون ماونت وكاي هافرتز عملوا ايه 2022 بعد بيع النادي وبعد ضرب روسيا لنادي تشيلسي، او ضرب روسيا لاوكرانيا؟ ايه اللي حصل؟ النادي اتفكك، مفيش رئيس نادي، والنادي كان في الضياع يا حبيبي، في الضياع. مين اللي شلك النادي؟ ماسون ماونت وكاي هافرتز، بالاضافه يعني الى عده لاعبين، ولكن القوام الرئيسي كان عند الاثنين دول، وحكيم زياش هتكلم عليه بعدين. مين اللي شلك النادي؟ الاثنين دول. 2021 2022 احسن لاعب في الموسم في نادي تشيلسي كان مين؟ ماسون ماونت. احسن بديل لنادي تشيلسي او احسن لاعب حاسم لنادي تشيلسي في الموسم كان كاي هافرتز. بعد ضرب روسيا لنادي تشيلسي، كاي هافرتز نادي تشيلسي كان بيبقى خسران بينزل بيتعادل، او هو اللي بيحط هدف التعادل. نادي تشيلسي بيكون متعادل كان بينزل يحط هدف الفوز، او كان بيبقى موجود وبيحرز هدف الفوز سواء بيلعب اساسي او كبديل. فكاي هافرتز احسن لعيب حاسم لنادي تشيلسي 2022، وكاي هافرتز هو اللي جاب لنا كاس العالم وجاب لنا دوري ابطال اوروبا 2021. ماسون ماونت هو اللي شالك 2021 بعد ايدن هازارد ما مشى. 2021 2022 ماسون ماونت هو احسن لاعب في نادي تشيلسي، بعد طبعا يعني الدمار الشامل اللي تشيلسي شافه وبيع النادي وضرب روسيا لاوكرانيا. فانت الاثنين دول هتبني عليهم الفريق. بعد ما تود بويلي جه ودمر الدنيا وراح جاب لنا جرهام بوتر بعد ما شال توخل، جرهام بوتر كان هينزلنا درجة تانية والحمد لله. فانت يا حبيبي دلوقتي هتبني، جبت البوتش بوتيتشينيو، مشينا جرهام بوتر وجبنا لامبرد. لامبرد بقاله شهرين عمال يعك، طبعا لامبرد احقاقا للحق مظلوم، عمال يعك بقاله شهرين. فالمهم جه لامبرد في وقت سيء، زائد ان لامبرد مش هو المدرب الكبير اللي يمسك نادي تشيلسي. فالمهم الموسم ده يعتبر انتهى، الموسم ده خلاص يعني فاضل ماتش فيه، يعتبر الموسم انتهى. البوتش بوتيتشينيو هو اللي هيتولى التدريب من السنة الجاية. فلازم علشان تبني يكون عندك أعمدة، يعني انت عشان تبني عمارة لازم تعمل عمدان الأول. انت لغيت العمدان،
يبقى كده تشيلسي لا يصلح. تشيلسي كده لو الاثنين دول مشوا، كاي هافرت ماسون ماونت، يبقى كده دمار يا حبيبي دمار. نيجي لنجم المغرب حكيم زياش. حكيم زياش يعني الصراحه يا جماعه لاعب متميز جدا، لاعب بيصنع الفارق مع منتخب المغرب وبيصنع الفارق مع نادي تشيلسي في المباريات اللي هو بيلعبها. هو حظه سيء مع نادي تشيلسي، فتره يتصاب، فتره عدم اقناع، لما حد يجي يقتنع بيه وينزل بيقدم اللي عليه وبيقدم مستويات رائعه وبيشيل النادي على كتفه. لاعب اسيستر بمعنى الكلمه. حكيم زياش عنده نظره للملعب. حكيم زياش صانع العاب زي الكتاب ما بيقول. لاعب نادي تشيلسي عظيم كوكب الارض ولاعب منتخب المغرب. فما ينفعش تفرط في الناس دي. انت معاك لاعب يا جماعه وينج زي الكتاب ما قال، فانت هتفرط فيه يبقى كده حرام عليك. الثلاثه دول هتبني عليهم الفريق. زائد بقى روميلو لوكاكو، يا عالم هيجي ولا مش هيجي، كان موجود وطلعناه اعاره انتر ميلان، يا عالم هيرجع ولا مش هيرجع. تيمو فيرنر المتألق مشيناه وديناه لايبزيج بعد المشكله اللي عملها مع توماس توخيل. كان عندنا برضو اوليفير جيرو ومشيناه راح اي سي ميلان. يعني نادي تشيلسي عندنا برضو كريستيان بولوزيتش، اول ما جه كان ايدن هازارد الثاني. بعد 2021 بعد الاصابه اتصاب وقعد فتره، بعد الاصابه كريستيان بولوزيتش في البطيخ يا حبيبي في البطيخ. فلازم زي ما قلت حكيم زياش، كاي هافرت، ماسون ماونت، الثلاثه دول اعمده نادي تشيلسي. لو حد منهم مشى يبقى عليه العوض ومنه العوض. يبقى من الاولى نمشي المتخلف عقليا تود بويلي وبوتيتشينيو، لان الكلام ده ما يرضيش ربنا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وبكده تكون خلصت الحلقه. فضلا من حضرتك تدعمنا باللايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اشوفكم على الف خير في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.